أعزائي متابعين قناة دي زد ويك، السلام عليكم. اليوم 7 أبريل 2023 سنأخذكم معنا في رحلة استكشافية جديدة تقودكم إلى مدينة قديمة، مدينة رومانية تحمل اسم كاستيلوم فاباتيانوم. هذه الرحلة الاستكشافية إلى هذه المدينة بضواحي قسنطينة، وبالضبط بالقرب من بلدية بنو باديس المعروفة بالهرية، تحت سفح جبل كرومة أو ما يعرف بكرومة الصيد. ثم تسألوا تقولوا وين وابا؟ ها هو ها تشوفوا فيه يصور. قاعد يصوركم ويعطيكم معلومات. ها هو عبد الرحمن حجيم. كيف هذه عجبتك؟ ها هو طالع. ها دكيز لقاه كما قال له واحد قبيل، قال له ما داروش سيما. دار السيما. المدينة الأثرية بها قبور ميغاليثية ومعبد بيزنطي، وكذلك قلعة للمراقبة وسيرك للهو والمبارزة والألعاب الرومانية القديمة. تقع هذه المدينة الأثرية ما بين شعبة محيجيبة الصغيرة وشعبة الجرزي، وهي مبنية على سطح صخري وعر. قطعنا حوالي 5 كيلومترات مشي عبر حقول وحجارة ومسالك صعبة قبل الوصول إليها. برج محيجيبة كانت دائما تعتبر الحصن المنيع الاستراتيجي على سفح جبل ستاس. ينفتح هذا الجبل عن سلك حجري شديد التضاريس كما أشرنا إليه سابقا. كاين ناس يسكنوا هنا، شتما؟ كاين ناس يسكنوا هنا. هاي كنت شت هادو اللي نحيو هادي يعيطوا لها بص بكري، يعيطوا لها بص الكلاب. بص البري. اروح شوف. حطينا ودع البلاد ترقد منه. جماعة البصل هاي احكي معها شوف. بصل البري طيشة. هذا كانوا كيسموها بصلة الكلاب. سمعنا. وتعالى. هذه المدينة النوميدية والتي تلتها المدينة الرومانية ثم المدينة البيزنطية، كانت هذه التغيرات نتيجة الحروب الضروس التي كانت المنطقة مسرح لها. على بعد 4 كيلومترات تقريبا على حصن محيجيبة على الطريق المؤدي إلى الخروب، نجد بقايا أطلال مزارع وسكنات، واحدة منها محصنة بصخور كبيرة ومصقولة مبنية بحجارة بعلو ما بين 2 إلى 3 أمتار، ونشاهد جدرانا مرتفعة تارة بمتر على الأرض إلى 2 أمتار أو 3 تارة أخرى. محيجيبة مبنية على سطح صخري مقسوم بفضاء فسيح باتجاه المدينة غرب شرق على ارتفاع 200 أو 300 متر على مستوى هذا السطح. وتوجد مزرعة عربية تعرف ببني حمبلي، وهم ملك هذه المنطقة. كما أشرنا توجد عدة أضرحة ميغاليثية على الطريق، 2 منهم كبيرة والباقي صغير. الأول هو قبر مبني على شكل طاولة بحجارة ضخمة ومسطحة وتدور بها حجارة على شكل دائري، وارتفاع القبر صغير. هذه مقبرة نصب جنائزي ميغاليثي من نوع باسينال. شاهدوا انه حجارة دائرة به، نوع ميغاليثي باسينال، يعني كحوض فيه مستطيلات دولمان، وهذه دائرية. هذا نصب جنائزي، مقبرة ميغاليثية.
هذا القبر هنا. أما الثاني فهو أكبر ويوجد في أعلى الجبل، وعمقه حوالي 2 متر، لا يستطيع أحد أن يقف تحته بسهولة، وهو في مكان مرتفع ومحاط بحجارة كبيرة. وفي الأخير أرجو أنكم استمتعتم معي، أنا عبد الرحمن حاجي وابني فادي، بهذه المغامرة الرمضانية الجميلة، وإلى اللقاء في خرجة أخرى إن شاء الله. سلام.